السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة ملخصات مناهج الماس. ان شاء الله النهاردة هنلخص المنهج او الترم الثاني من منهج جريد 1. المنهج الجديد 2026 هو برضو مكمل معانا 2027 السنة دي. فيلا بينا نبتدي على طول. بعد ما خلصنا تلخيص الترم الاول نبدأ بقى في الترم الثاني. شابتر 10 اللي هو شابتر 1 يعني في الترم الثاني، بس شابتر 10 عشان بنكمل على الترم الاول. شابتر 10 بيكلمني اول حاجة على different shapes. different shapes وهم هنا مش بيتكلم عن ال 2D shapes. ال 2D shapes اللي هي الفلات shapes شبه السكوير، rectangle، triangle، circle، الحاجات دي. هنا بقى بيتكلم على ال 3D shapes. 3D shapes اللي هي الشيبس السوليد. فانا الاول بعرف الطفل يعني ايه فلات ويعني ايه سوليد، وبعمل كومباريزون لطيفة كده بينهم. هنا بقى الشيبس اللي عليه الكيوب والكيوبويد والبول والبريزم كده مثلا. شبه البريزم شوية، البريزم بيبقى شبه الجبنة بتاعة توم وجيري، والسلندر بالشكل ده. بعرفهم له كده في اغنيه لطيفه: كيوب، كيوبويد، بول، بريزم اند سلندر، كتير، وارسمهم له قدامه عشان يعرفهم بسرعه. اللي مطلوب منه يعرفه في ال 3 دي شيبس الاسم. ولما بيعمل تريس للشيب، تريس يعني تخيلوا ان انا حاطه الكيوب ده مثلا على اي حاجه، على تيبل مثلا. فانا لو مشيت بالقلم بتاعي على الكيوب من تحت، ايه اللي هيطلع لي؟ هيطلع لي شيب شكل سكوير. طب الكيوبويد لو انا حطيته ممكن اوقفه على السطح ده من تحت هنا فيطلع لي شكل ريكتانجل، ولو وقفته على الجنب ده ممكن يطلع لي سكوير. يبقى لما بعمل تريس للكيوب بيطلع لي سكوير، لكن لما بعمل تريس للريكتانجلر بريزم او الكيوبويد بيطلع لي يا اما سكوير يا اما ريكتانجل. تاني حاجة لما بعمل تريس لده اللي هو البريزم لما بعمله تريس ممكن اوقفه على الجنب ده فيطلع لي تراينجل، وممكن اوقفه على الجنب ده فيطلع لي ريكتانجل. السلندر لما بعمل لها تريس بتطلع لي سيركل. تمام كده. يبقى الكيوب سكوير والكيوبويد سكوير او ريكتانجل. البريزم ممكن يطلع لي ريكتانجل او تراينجل، والسلندر بيطلع لي سيركل. تمام. تاني حاجة معايا الكومبير بيقارن لي الحاجة مثلا. أول حاجة which has more، هنا بيكلمني عن الحاجات الليكويد. الحاجات الليكويد اللي هو كأني بقيس الكاباسيتي بالظبط اللي هي السعة. طبعا انا بعرفه ان انا الكاباسيتي دي يعني سعة بقيس بها الحاجات الليكويد. بستخدم تول معينة عشان اقيس الحاجات الليكويد. زي ايه؟ اقول له انا مثلا measuring cup او graduated cylinder، اوري له شكلهم حاجات شبه دي. في الحاجات الصغنونة بتبقى مثلا اديله نبذة عن اليونتس، ملي لتر. الحاجات الكبيرة بتبقى باللتر. طب شوف بقى مين has more which has less. اجيب له مثلا حاجتين، بوتل مثلا وسباتولا، ازازه وكوبايه، مين اللي فيهم كتير which has more. انت شايف ايه؟ مثلا طبق كبير فيه ميه وكوبايه فيها ميه which has more، او حتى اتنين كونتينر نفس الشيب فيهم ميه بس في واحد فيه المستوى عالي شويه، هاي الليفل بتاع الووتر او الليكويد عالي فيه، والتاني كده لو شويه. فمين اللي فيهم which has more؟ اكيد ده. تمام. فانا اول حاجه بقارن له مثلا لو عندي سيم كونتينر، نفس الكونتينر الاتنين، او ديفرنت كونتينر في كونتينر مختلف. بيشوف بقى هو مين اللي فيه كتير، مين اللي حجمه كبير، وهكذا. which is larger و which is smaller. ده هنا بيكلمني عن الاريا، مين اللارجر ومين السمولر في الاريا. انا مثلا بيديني شيب معين بعد السكويرز اللي فيه الاريا، يعني المساحه اللي متغطيه او السبيس اللي بيبقى الحاجه واخداه. فانا مثلا بيبقى ملون لي مكان معين في جريد مثلا، في شبكه كده، نفس الشبكتين اهو. هنا مثلا بيلون لي ده وده وده، وهنا بيلون لي ده وده. طب which is larger؟ مين الكبير؟ اكيد اللي هيبقى متلون فيه كتير سكوير اكتر، ده 1 2 3 وده 2 يبقى ده larger. which is smaller يبقى ده smaller. تمام. كده يعتبر خلصنا اول شابترين او لخصنا اول شابترين. 12 و 13 بيكلمنا عن الميك 10، ميك 10 to add او ميك 10 to subtract. الميك 10 to add باختصار شديد مثلا بيقول لي 8 plus 7، وهنا برضو نفس المسألة 8 plus 7. وميك 10 to subtract مثلا بيقولي 12 minus 7، وهنا نفس المسألة 12 minus 7. ميك 10 to add سهلة قوي.
انا ممكن اكسر ال7 اعمل سبليت او بريك او ديكمبوز لل7، وممكن اعمل هنا سبليت لل8. هنا ميك 10 يعني لازم المساله يكون فيها 10. انا عملت سبليت لل7 يبقى ماليش علاقه بال7. ال8 دي انا عايزه اوصلها لل10. طب ال8 محتاجه كام عشان تبقى 10؟ 2. تمام كده انا خدت من ال7 تو ال7 على الهاند، خدت منها 2 او اعد من ال7 لغايه ال2 عشان اعرف انا عملت سبليت باقي كام. يبقى هنا 5. 7 خدت منها 2 يتبقى 5. يبقى هنا اخد دي مع دي 10. مسألة اديشن عادي خالص، يبقى بلس 5 ايكوال 15. هنا نفس الطريقة، كسرت ال8 يبقى ماليش علاقة بال7، عايزة اوصل بقى ال7 دي لل10. افتر 7 8 9 10 يبقى محتاجة 3 اهو كده. ال8 كسرتها 3 وكام؟ 3 و5 يبقى 10 بلس 5 ايكوال 15. طب اللي تحت 12 ماينس 7، انا هنا ممكن اكسر ال7 وممكن اكسر ال12. في الماينس بقول له تريك كده قبل ما ابدا اديله الماينس. الماينس انت هنا 12 ماينس 7، انت بتاكل مين بتاكل مين في المساله؟ انا باكل ال7. طب ال7 دي ممكن اكلها على مرتين. لو كلتها على مرتين يبقى عندي ماينسين، لكن لو كلتها على مره واحده يبقى عندي ماينس 1. يبقى اول ما بيشوف مساله سبليت وفيها ماينس او ميك 10 وفيها ماينس 12 ماينس 7، ال7 اكلها على مرتين يبقى عندي ماينسين. في ماينس فوق اهي، في ماينس كمان هتبقى تحت. طب هنا لا، ال7 كلتها على مره واحده يبقى عندي ماينس واحده، الماينس مكتوبه فوق يبقى تحت هنا هعمل بلس قبل ما ابدا المساله. هنا 12 ماينس 7، ال 12 عايزه اوصلها لل10، اخد منها كام؟ هاخد منها 2. كده ال7 كسرتها 2 5. 12 ماينس 2 ايكوال 10. 10 ماينس 5 ايكوال 5. دي اول طريقه. طب الثانيه، هنا انا كسرت ال12 13 14، الارقام دي بتتكسر عادي خالص 10 و2 من غير اي حاجه، وهو بيبقى عارف ده. طيب هنا انا هاكل ال7 على مره واحده، اكلها من مين؟ من ال2 ولا من ال10؟ لا، اكلها من ال10. اكلها على مره واحده، عندي ماينس 1. طبعا كتبت كده كده البلس تحت، يبقى هنا 3 بلس 2 ايكوال 5. يا رب تكون واضحه. تمام. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ودعموني بلايك او كومنت كويس عشان نكمل في السلسله الجميله دي. تمام. شابتر 14 معانا بيتكلم عن الوانس والتنس. الوانس والتنس والهندردز كمان. هنا بيكلمني على الفاليو والبليس فاليو، وفي نفس الوقت بيديني اشكال جديده بقى عن الوانس والتنس. يعني شوفوا هنا مثلا كاتب الوانس بالشكل ده وانس، التنس كاتبها لي بالشكل ده 10 وجنبها اس. الوانس باختصار مثلا 48 هتبقى ال4 دي في التنس وال8 دي هي اللي في الوانس. 79 ال7 في التنس وال9 في الوانس. الاسئله الشائعه في الجزء ده ان هو مثلا بيديله 3 تنس بالشكل ده او بالشكل التنس العادي. اول حاجه 3 تنس مثلا ايكوال كام؟ ايكوال كام؟ بعرفه ان بيت التنس مخبي جواه زيرو، فانا بكتب ال3 زي ما هي، التنس مخبي جواه زيرو تبقى ايكوال 30. مثلا 10 تنس ايكوال كام؟ انا بكتب النمبر ده زي ما هو 10 والتنس مخبيه جواها زيرو تبقى 100. اكتب الزيرو يبقى 100. طب لو 10 وانس اكتب التنة زي ما هي، الوانس مخبي جواها حاجه؟ لا، يبقى تفضل تنة زي ما هي. تاني شكل، لو اداله مثلا 10 او اداله مثلا 4 تنس بلس 3 وانس، طالما مختلفين مش بيحبوا بعض فانا بحط كل واحد مكانه. هنا مثلا ال4 في التنس وال3 في الوانس. طيب لو بيحبوا بعض 4 تنس بلس 3 تنس بيحبوا بعض، يبقى اعمل بلس عادي خالص. 4 بلس 3 ايكوال 7. 7 ايه؟ لازم يطلع شبههم يبقى 7 تنس. طب لو مكتوب 8 وانس بلس 2 وانس، نفس الطريقة، وانس وانس بيحبوا بعض يبقى نعمل بلس عادي خالص 10 وانس اللي هي هتبقى ب10 يعني. تمام. دي معظم الأسئلة اللي في الشابتر ده والأشكال الجديدة بتاعتها. وبرضو لو هم شبه بعض 10 مثلا 10 تنس، احنا خدنا مثلا 10 تنس بلس 3 تنس، 10 بلس 3 مثلا ايكوال 13. 13 تنس تبقى بكذا، ده بلس. ممكن نعملها ماينس عادي، 10 تنس ماينس 3 تنس، طالما شبه بعض اعمل بلس او ماينس عادي جدا. 10 ماينس 3 ايكوال 7. ولازم طالما بيحبوا بعض اللي هيطلع يبقى شبههم بالظبط، يبقى 10 زي ما هي كده. تمام. يا رب تكونوا استفدتوا. الميكنج شيب سهلة، بيديله شيب وبيمشي هو كده على الجريد او على حاجات شبكة بتبقى دوتت كده عليها نقط، بيمشي عليها يعمل الشيب. فالشابتر ده بسيط. التايم او فول كلوك ريدنج بقى عنده الساعة كاملة. طبعا الساعة
هو بيبقى في الترم الاول اخد o'clock وهاف باست. لو هو خلص الترم الاول بسرعه ممكن نزود له ساعه اصلا في الترم الاول، وطبعا احنا ممكن نزود ساعه اصلا من واحنا بنأسسه. بس خلاص هو مثلا في جريد 1 وما حصلش ان هو وصل للساعه، فعادي جدا ممكن من واحنا بنبدأ نديله المنهج بنديله حاجات كده في الساعه. الساعه 12 6 هنا 3 هنا 9. ممكن اعلمه يرسم الساعة السيركل اللي انا عملتها، وفوق 12 تحت 6 3 وهنا 9، وبعدين يحط بقى الارقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هنا ال 12 هو بيبقى عارف ان ال 12 عندها 0 0 اسمها o'clock. ال 6 هنا مثلا عندها 30 واسمها هاف باست، او بنقول عليها كده بنكتبها كده مثلا 3 بالديجيتال 3 وهنا 30. طبعا اعرفوا ان دي اسمها انالوج كلوك ودي اسمها ديجيتال كلوك. ممكن اقول عليها 3 30 او هاف باست 3. طب هنا اللونج هاند بقى لو عند ال1 اقول له الساعه بتحب ال5 وامشيه باترن بلس 5، يعني 0 5 كل مره ازود 5 5 10 15 20 25 وهكذا. اقول له الساعه بتحب ال5. مثلا لو هي 3 وجنبها 10 اقول له 3 10. 4 وجنبها 15 4 15. بدل ما اقول له quarter past 4، بدل ما اقول له 10 past 3، بدل ما اقول له quarter 2 معرفش ايه، لا هو عنده بس يا دوب الديجيتال وبتتكتب ازاي الانالوج وبتتكتب ازاي الديجيتال وخلاص، ما عندوش حاجة تانية. مثلا لو برضو الحتة دي مهمة، لو اللونج هاند مثلا عند ال9 والشورت هاند في الحتة دي، في الحتة دي كده، هنا بقى انا بعرفه الشورت هاند between two number، انا بختار الصغنن. ما ينفعش اقول مثلا 6 و 45، لا انا بختار الصغنن، هنا 5 وهنا 45. يبقى كده الساعة اسمها ايه؟ الساعة اسمها quarter to 6 او اسمها 5:45. بس هو مش مطلوب منه يقول الساعة بالوردز، يقولها بالكلام وات اذا تايم، يقول لك الساعة كذا ويكتبها. لا هو مطلوب منه بس دي يكتبها بالشكل ده ويعرف يرسمها مثلا بالشكل ده، او لو جات له بالشكل ده يحولها ديجيتال، يعني لو جات له انالوج يحولها ديجيتال، لو جات له ديجيتال يحولها انالوج. بس مش مطلوب منه يقول الساعة كام. ممكن لو قالها حتى يقول 5:45، هنا يقول 4:15، هنا 3:10. وبرضو الحاجات اللي هي المينتس بقى، مثلا 12 هنا 1 2 3 4، الارقام دي برضو بتبقى موجوده. فاحنا في الاول بنعلمه ال5 وال10 وال15 وكده، والارقام اللي في النص دي بتبقى سهله ان هو يجيبها. تمام. مثلا برضو لو الساعه مكتوبه قدامه مثلا هنا 3 و4، 3 4، الساعه اسمها 3 4. طب تتكتب ازاي؟ الشورت هاند يبقى عند ال3 واللونج هاند عند الفور كده. مثلا نشوف الفور فين، فور اهو بالشكل ده. يعمل اللونج لونج والشورت شورت، اللي هي المينيتس هاند يعني والاور هاند. دي الساعة باختصار. لو عايزين الساعة بالتفصيل ممكن تكتبوا لي كومنت اعمل لكم الساعة بالتفصيل. اخر شابتر الاديشن والسبتراكشن. الاديشن بقى نعمل ريفيجن تاني على الاديشن بتاع ال1 ديجيت مع ال1 ديجيت، ال2 ديجيت مع ال1 ديجيت، 2 ديجيت مع ال2 ديجيت، اللي هو ال4 ديجيت نعمل بلس ال4 ديجيت جنب بعض، مثلا 4 بلس 3 بلس 7 بلس 4 تاني، 3 بلس 8 بلس 2 بلس 5. طبعا بنبدأ من الليفت تو رايت. 7 3 بلس 8 مثلا تبقى 11 11 بلس 2 13 13 بلس 5 تبقى 18 مثلا، او 23 بلس 14، الونس مع الونس والتنس مع التنس اهي 7 ودي 3. لو مكتوبة كده 32 بلس 4، 32 في المايند والفور على الهاند، وافتر 32 تبقى 36. المسائل بتاعت الاديشن. وبرضو عندهم الستوري بروبلم في الجزء ده. نبقى برضو نديله الستوري بروبلم او اللي هي البروبلم سولفينج، اسئله كلاميه ومسائل كلاميه وحاجات من دي. تمام كده نبقى غطينا برضو الترم التاني من جريد 1. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بكومنت عشان نكمل في السلسله الجميله دي. مع السلامه.